السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة تامن يوم في رمضان. حبيت أعمل كنافة على إيدي. عاملة العجينة في البيت بسم الله ما شاء الله. حمرت منها عادي وعملت منها كورنهات وعملت منها اللي متحمر زيادة عن اللازم للي بيحبها محرمشة زيادة. نبدأ كده بسم الله. أنا معايا كوبايتين مية ملانين، نفس المعيار اللي بعمل به المية هو اللي هعمل به الدقيق، هو اللي هعمل به الحاجة. دول كوبايتين مية ديت يا جماعة. كنافة الخلاط بتاع قطايف الخلاط، عجينة قطايف الخلاط بأحسن طريقة وسهلة ما بتاخدش دقايق. حطيت على كوبايتين المية، أضيف لهم كوبايتين 2 دقيق، من متعدد دقيق متعدد الاستعمال. لو عندك دقيق في البيت من الطحين برضو تاخدي منه نمرة 1 وتعملي منه جميل جدا. نفس معيار الكوباية يكون مساحة دقيق من غير ما تدكيها ولا حاجة. حطيت عليهم معلقة نشا. معلقة النشا دي يا جماعة تحرمشوا من بره. حطيت معاهم ربع معلقة بيكنج باودر وربع معلقة بيكنج صودا ومعلقة صغيرة خميرة. طبعا معلش راحت لقطة مني، حطيت ربع معلقة ملح، ذرة ملح علشان تظهر حلاوة السكر، وحطيت معلقتين سكر برضو على المية في الأول. ونضربها في الخلاط لغاية ما تطلع ناعمة بالشكل ده. تعرفيها ان هي شوفي نازلة ما بتقطعش، نازلة سطر واحد كده ما بتقطعش. نبدأ بعد كده نسخن الطاسة، تكون طاسة تيفال او سيراميك او جرانيت، المهم ما يلزقش فيها العجينة. ونبدأ نوزع العجينة بالحجم اللي انت عايزاه على نار متوسطة، بس بعد ما تسخن الطاسة. في لحظات طبعا الخميرة مع البيكنج باودر والبيكنج صودا بتفتح في منتهى الجمال اهيت. قبل ما تنشف كلها بتكوني شايلاها علشان تحافظي على طراوة القطايف بتاعتك. وعملنا الكمية كلها بنفس الطريقة ديت اهيت. بسم الله ما شاء الله اهيت. خلصنا الكمية بتاعتنا يا جماعة بنفس الطريقة. الكنافة دي القطايف دي وفرت معايا كتير اوي يا جماعة، يعني كوبايتين دقيق انا كان ممكن اشتري بيهم كمية القطايف دي من بره اغلى من كده كتير. طبعا وفرت علينا الكمية. شوفوا متحمرة تحمير خفيف، والتحمير الخفيف ده يا جماعة بيديكي ان يثبت لك الوان القطايف في الآلية بتكون لون واحد. في بعض واحدة بقى انا حمرتها زيادة عن اللازم ايه، علشان انا عندي حد بيحبها متحمرة زيادة عن اللازم. معايا الفول والزبيب، وان كان معانا بعض مكسرات بنحطها. نحط عليهم معلقتين شربات. الشربات كان معمول عندي يا جماعة معلقة كوبايتين مية لكوبايتين سكر او كوبايتين ونص سكر لو بتحبي تقيل، وليمونة. وما بياخدش غلية على البوتاجاز، مجرد ما يغلي بيكون السكر داب فيه بنحط الليمونة وننزله ونسيبه. اللي شوفوا شايفين القطايف يا جماعة ماسكة في بعضها معايا جميلة هيت وانا بحشيها. ان شاء الله تعجبكم ويكون فيه شير ولايك وطبعا انا عملت للكورنهات كريم جانتيه. ضربت كوباية كريم جانتيه في كوباية مية، كوباية عصير مانجا في بعضها كده، وقلبتها وضربتها وزوقت زي ما انتم شايفين كده. وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقيت الكنافة ممكن نعينها في الفريزر يا جماعة ونطلعها قبل الاستعمال بساعتين. كل سنة وانتم طيبين.